السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى الفيديو بتاعي مختلف خالص. النهاردة الفيديو بتاعي اطعام. طبعا كلنا عارفين الاطعام وفوائد الاطعام، والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بالاطعام. ومن افضل الصدقات طبعا اطعام الطعام. فانا قبل ما ابدا عايزه اقول لكم ان واحده حبيبتي قوي كلفتني ان انا اعمل لها الاطعام دوت. فهي بصراحه قامت بالتكلفه من الالف للياء وانا بالمجهود، وعملنا الاطعام دوت النهارده. طبعا الاطعام دوت بيشيل بلاء عننا كتير، وبيشيل عننا حاجات كتير، وبيهدي النفس والروح، ويبقى فيه هدوء في البيت كده وصريره. لو انت مثلا مخنوقه متضايقه، مش شرط ان انت تعملي كميه. ده انت لو الاكل بتاعك زودتي بس شويه ميه، طلعتي وجبه واحده بس، هيبقى ثوابها عند ربنا كتير. وهتبقى حاجه جميله كده في البيت. ومش قادره اقول لكم عن الاطعام ده وفوائده وجماله. ان احنا مش بنطلع للناس، لا احنا بندخل لنفسينا ثواب و... و... ورضا من ربنا. وكل حاجة حلوة ممكن تتمنيها من ربنا بتبقى بفضل الإطعام دوت. واحنا عملناه طبعا بطريقة بسيطة، وكل واحد على قد ما قدرته. يعني أنا جبت النهاردة 5 كيلو من البانيه. طبعا هي كانت طالبة مني إن أنا أعمل كده. طبعا البانيه أنا غسلاه ومنضفاه ومنقعاه طبعا في محلول ملح وليمون، وغسلته ونضفته كويس ونقعته وحطيته يتصفى. ومعايا هنا 5 بصلات طبعا كبار عشان تتبيلة البانيه. فانا النهارده مش هبشر البصل ولا هقطعه، انا هضربه في الخلاط كده عشان يبقى معايا ناعم خالص، ومفيش فيه اي حبات للبصل خالص. فانا هقطعه كده وهحطه في الخلاط عشان يتبل، وانقع فيه البانيه في المحلول دوت. طبعا قطعت البصل، وهبدأ بقى ايه اتبله. اول حاجة ملح طبعا زي ما انتوا عارفين، فلفل اسود، بهارات دجاج، كاري وكركم، و7 بهارات. ضربتهم في الخلاط كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا زودت عليهم نص كوباية من الخل. هبدأ بقى انقع البانيه بتاعنا في الخليط اللي انا عملته تتبيلة. طبعا كل ما بنزل بشوية كده بحط شوية من التتبيلة عشان تبقى ايه التتبيلة في البانيه كله. وطبعا هقلبه كله مع بعضه تقليبة حلوة كده بحيث ان كله يتشرب من التتبيلة دي. دول يا جماعة 5 كيلو بانيه. انت عايزة تجيبي نص كيلو، عايزة تجيبي كيلو. عندك بانيه وعايزة تخلي حتتين على جنب كده تعمليهم وجبة وتطلعيهم ان شاء الله حتى في رغيف عيش، بتبقى جميلة قوي يا جماعة. والله العظيم الإطعام ده حاجة جميلة جدا. فأنا غطيتها دلوقتي وهسيبه بقى ايه يتبل براحته. وهبدأ بقى اعمل هنا المكرونة. احنا هنعمل مع البانيه دوت مكرونة محمرة. انا نزلت بكوباية من السمن. طبعا دي بقى حلة العزايم الكبيرة بقى اللي بنعمل فيها، فانا طلعتها عشان اعمل فيها. وهنزل بقى عليهم بالمكرونة. دول كده 3 كيلو مكرونة. وهقلب بقى فيها كده. طبعا المكرونة المحمرة دي لازم ايدي فيها على طول عشان ما تحرقش مني، او مكرونة تاخد لون، واحدة تاخد لون والتانية ما تاخدش، واحدة تغمق عن واحدة. لا، المكرونة المحمرة دي لازم ايدينا فيها على طول عشان تتقلب معانا وكل المكرونة تاخد لون واحد. وزي ما انتوا شايفين كده اللون الذهبي بتاعها الجميل ده، وكل حباية من المكرونة زي التانية. انا نزلت عليهم ب3 معالق كبار من الصلصة. وبرضه هقلبهم كويس كده، خلي الصلصة كده تتحمص معاهم، وكل الكمية تتشرب معانا من الصلصة. وهنزل بقى بالملح. ودي معلقة من مرقة الدجاج الفورية.
ومعلقة من الفلفل الاسود. وهقلب بقى كله، انا مش هحط بقى اي توابل تاني. وهنزل عليها بالمية السخنة. طبعا انا ما كانش عندي شوربة للكمية دي كلها، فحطيت مرق الدجاج. زي ما انتوا شايفين كده بنزل بالمية السخنة لحد ما تاخد ايه كفايتها من المية. وهقلبها بقى كويس وهغطيها واسيبها بقى ايه لحد ما تستوي. عقبال بقى ما تستوي معانا هنكون ايه حضرنا البانيه. ده معايا بقسماط ناعم اللي هو فيجيتار دوت متبل وعليه كل حاجة. ومعايا بولة تاني فيها ايه بيض، هنزل عليها فلفل اسود ومعلقة من بهارات الدجاج والملح طبعا. وهقلبهم كلهم مع بعضيهم. وهبدأ بقى اتبل ايه البانيه بتاعي. هنزله في البيض وبعد كده هنزل بيه بالبقسماط. طبعا حاجات سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. وحتى والله لو فيها تعب انتي بتعملي حاجة لله، فمش بتحسي بأي تعب. حقيقي والله انا بقيت واقفة بعمل لوحدي بس مش حاسة بأي تعب والله. فيعني الإطعام ده أجمل وأحسن حاجة لأي شيء ما عندكيش أي مشاكل ولا أي حاجة، بس انتي بتطلعيه بتحسي بهدوء نفسي وبتحسي انك مبسوطة انك عملتي حاجة وبسطتي حد. أنا عملت كده نص الكمية، عقبال ما أخلصهم هبدأ أكمل بقية الكمية. طبعا أنا حطيت كمية البانيه وبعدين حطيت بينهم كيس بلاستيك كده وكملت. وعلى النار بقى حطيت الزيت وهبدأ بقى احمر. زي ما انتوا شايفين اول ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده كده بشيله على طول. والواحدة اللي بشيلها بحط مكانها لان الكمية طبعا معايا كبيرة فانا عايزة الحق اخلص بسرعة. فاللي بشيلها بحط مكانها على طول واحدة. زي ما انتوا شايفين كده والله ما خد وقت معايا وما شاء الله لونه وطعمه وريحته بقى طالعة جميلة. التتبيلة مخليه جميل جدا. وطبعا الكاري وبهارات الدجاج بتخلي البانيه ده بيروح في حتة تانية، بيبقى ليه طعم مميز كده وجميل. وزي ما انتوا شايفين كده انا بعمل على طول وادي الكمية معانا زي ما انتوا شايفينها كده. انا خلصت الكمية وادي المكرونة بتاعتنا جهزت. وده خوخ غسلته وحطيته ايه جنبيه كده عشان اما اعبي يبقى جاهز. غسلته ونضفته وحطيته في صينيه زي ما انتوا شايفين. وادي البانيه معانا جاهز اهوت. جبت بقى الاطباق بتاعتي وهبدأ بقى ارص على طول. ونسمي كده بالرحمن الف هنا وشفا للي هياكل وربنا يتقبل منا يا رب العالمين. ويتقبل منها ان شاء الله باذن الله ويجعله في ميزان حسناتها. هي يا جماعة ما كلفتنيش شيء والله، انا تطوعت وعملته بالمجهود. يعني انا تطوعت وعملت لها الوجبات ديت يعتبر انا شاركت معاها بالمجهود بس. وربنا طبعا يتقبل منا جميعا ويوسعها على الناس كلها يا رب العالمين ويقدرنا. وادي الكمية اللي احنا عملناها. وفي كمية تانية اتعملت بس والله الولاد خدوها نزلوا يوزعوها وانا حضرت الكمية ديت عقبال ما يرجعوا. زي ما انتوا شايفين عمل معانا كمية كبيرة. ال5 كيلو بانيه عملوا معايا 73 علبة بالظبط. حاجة كده في منتهى الجمال وحاجة تشرح القلب وحاجة بصراحة يعني ربنا يتقبلها يا رب. يا رب ربنا يتقبلها منها ان شاء الله ويجعله في ميزان حسناتها. وادعوا لها يا جماعة كلكم ان ربنا يجعله في ميزان حسناتها ويتقبلوا منها يا رب العالمين. ولو بقى الفيديو بتاعي عجبكم يا ريت يا جماعه لايك وشير وتقولوا لي رايكم ايه في الاطعام اللي انا عملته دوت. هي بصراحه بعتت لي الفلوس
وقالت لي شوفي انت عايزه تعملي ايه، فانا عملت الطعام دوت، يعني ده كان من اختياري. فيا ريت لو عجبكم بقى لايك وشير كده، واللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك كده، وفرحوا قلبي بقى باشتراكاتكم كده في قناتي عشان يجيلكم كل جديد. وان شاء الله ربنا يوسعها على الجميع يا رب، ويجعله كلنا كده في ميزان حسناتنا، كل خير نعمله وكل حاجة كويسة نعملها. انا بقول لكم ولو وجبة واحدة بس يا جماعة، والله العظيم بتفرق معانا في حياتنا وفي حاجات كتير قوي قوي قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.